الله حقوق أقوش أغزكتم يصجت وبلان. أعزائي الطلاب، نبدأ الآن بدرس جديد. عنوان الدرس هو حرف لام. حرف اللام في له شكلين من الكتابة، شكل مطبعي وشكل يدوي، ولكل شكل حرف كبير وصغير، ونفس اللام باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. نجي على اليمين، على اليسار في مرسوم خيمة. الخيمة مكتوب تحتها تشل خيمة. نحن خطأ نلفظها تشل، لا، الاسم الصحيح هو تشل. تشي فتحة لام، تشل خيمة. تشل خيمة. يمينة في كلمة مل غنمه. مل غنمه. مل غنمه. أحيانا بيستعملوها بكلمة غنم كمان، مل. أيوة. لاو اسم علم تحته، لاو اسم علم. مل خر. مل خر. مل ماذا؟ غنمه. خ للجمع صار غنم، والآر للتعريف الغنمات. الغنمات. الأغنام. الفظة مثل ما بدك. ملخر الأغنام. تحت في كلمة حليل. حليل اسم علم، يعني بدل ما يقولوا خليل بيقولوا هناك حليل. حليل اسم علم. مليبل. مل أو مل غنم. بل سبعة. مليبل 7 غنمات. يضاف إلى الاسم المفرد الياء والرقم من الأعداد، ومن الأعداد 2 حتى 10. إذا بدنا نقول عن أي شيء نعطينا الرقم من 2 ل10، منضيف للمصدر الكلمة كلمة ياء والرقم. مثلا رقم 2 مل وفي مليط. رقم 3 مليش. 4 غنمات مليبل. 7 غنمات مليبل. إذن في الأعداد لما بدنا نعطي في جمع الأعداد من 2، جمع الأشياء من 2 حتى 10، بنحط لهم ياء والرقم. مليبل، مليك، مليبل. تحت في كلمة تحابل. تحابل. حابل معناته حارة، معناته حي، معناته كمان قرية. كمان قرية. نجحابل، ججحابل، قنجقحابل، نجرزحابل إلى آخره. إذن حبل إله مع حي وحارة وقرية. تي حابل. تي خاصتنا، إلنا ملكنا. تي حابل حارتنا أو قريتنا. عنوان النص ملخر. ملخر. مل خروف، خ للجمع، الآر للتعريف. أغنامنا، غنماتنا، أغنامنا. تي ملخر. تحابل تسونا وخم. ملزم أخطب. تحابل تي خاصتنا حابل حي حارة. إذن بحارتنا تسونا وخم. تس القاطنين الساكنين الجالسين على. وناغوخ وناغو عائلة. وناغوخ العائلات. وناغوخم. وناغوخم معناته هون حرف الجر صار اسم مجرور. مل زمأ أخطب. زمأ. زمأ. زئ معناته ملك. زئ الذي يملك. زمأ الذي لا يملك.
الزي الذي الميم كسرة حرف نفي، والآملك زيم الذي لا يملك، آختب آخت واقفا بينهم، آختب مثلا ليس بينهم، يعني العائلات اللي ساكنين بحارتنا اللي ما كل عندهم غنم، ما في واحد بالحارة ما عنده غنم. نرجع على كلمة زمأ، الزي الذي لا يملك، الذي لا يملك. آخت بينهم بواقف بين، والباء للنفي ليس بينهم، اللي ما عنده غنم ليس بينهم، يعني كل عندهم أغنام. انتبهوا أعزائي الطلاب لكلمة هنا ورد كلمتين أو مصطلحين تدلان على النفي. على النفي الميم كسرة بفوت بالكلام، أما البي بفوت بيجي بآخر الكلام. أختب أخسب مثلا، هداك زمأ زم الرفع يعني نفي. مقاغر زمش آغر الذي لا يعرف، زم آغر الذي لم يقل. الميم كسرة هنا للنفي في منتصف الكلام بيجي، أما البي يا ختب بيجي في آخر الكلام. طبعا هذول بدي يمروا معنا في دروس قادمة بالتفصيل. تيونا وجه مليبلتي، نحن تيونا وجه بعائلتنا. التي الثانية مثل النا هنا، نا دالة على الفاعلين. تيونا وجه بعائلتنا، تيونا وجه مليبلتي. بالنسبة لعائلتنا في عنا 7 غنمات، مل غنم، مليبل 7 غنمات. التي خاصتنا، والآ يد أو ملك. تي معناته نملك عندنا، تي نملك عندنا. مثلا حطينا لبي بصير تي أب معنا، تي أب معنا. البي يقلب المعنى ويحوله إلى حالة النفي. أنا رينو دائما ملخر سغاشخخ. أنا رينو دائما ملخر، مل خ للجمع والآر للتعريف. الغنمات سغاشخخ. ضمير الذي يدل على الشخص المتحدث. الغين جعل أجعل. الشخ أجعلهم يأكلون. شخ كل، الشخ سغاشخخ أجعلهم يأكلون أو أطعمهم. ملخر رينو أنا دائما ملخر الغنمات سغاشخخ. ضمير المتحدث. غا جعل يجعل. شخ يجعله يأكل. الشيء الثاني للجمع أجعلهم يأكلون، ما أرعى بهم يعني عم برعاهم للغنمات، عم بطعمهم. لو اسم علم ملم. شوف مل غنمه، ملخر الأغنام، ملم كمان الأغنام، ملم كمان الأغنام. ولكن هنا الفعل متعدي، الفعل متعدي. ملم شو آريته، شو آريته. ملم للأغنام شو ملح، الملح شو. والسكر شيشو، يعني ملح الشاي. مثل ما شيشو معناته ملح الشاي. السكر الترجمة الحرفية له ملح الشاي.
إذا الشو والشيشو ملح وسكر. آريت جمع، ريت يعطيهم، آريت يعطيهم، يعطيهم يعني عم بيعطي الغنمات ملح. الغنم والمعز بيحبوا الملح كثير على فكرة. تيغنو، تيغنو، تي خاصتنا، غنى حد هو اللي بعد الحد مباشرة أو الجار. الجار غنى حد، غنى الملازم للحد يعني أو الجار، يعني البيت اللي جنبنا بيقولوا غنو، غنو معناته الجار. تي غنو جارنا، تي خاصتنا، غنو جارنا. حليل، حليل اسم علم بدل خليل بيقولوا حليل. حليل، حليلي الياء بعد حليل أيضا معناته أيضا. تيغنو حليلي ملبيئ، جارنا خليل أيضا ملب، مل غنم، بكثير، يملك. إذن جارنا حليل عنده أيضا الكثير من الغنم، الكثير من الغنم. هون في سؤال تحت، ختا ملخر زغاش خرر، ختا من، خت من، ختا من الذي. ملخر الأغنام، ز الذي، غ يجعل، شخ يأكل، والإر الثاني التعريف، وزغاش خرر، ختام ملخر زغاش خرر. مين اللي عم بيطعم الغنمات؟ طبعا في الأسماء الموجود هون س رينو مثلا ملخر سغاشخة، س ملخر سغاشخة، س ملخر سغاشخة. تحت في حروف، بعد حروف مزدوجة أو مفردة بعد حروف العلة، مشان يمكن تركيب كلمات منهم أيضا. بيقول تش، ت، تش فوق، ت تحت، شت تركبهم بصير جاجة. تش فوق، م تحت بصير تشم. تش فوق تشم بقرة، تشت دجاجة. في تشي فوق والله تحت تشل خيمة. تش غ، تش غ، ما إله معنى واضح. بالمربعات الثانية مثلا ما في له فوق، ما تحته، اشت خذ، اشت خذ فعل أمر، قا ما إله معنى قو، اذهب فعل أمر، اذهب فعل أمر، اشت. نعيد الدرس بسرعة معلش. عنوان الدرس اللي على اليسار في خيمة مرسوم تحتها كلمة مكتوب تحتها تشل، تشل، تشل خيمة، تشل خيمة. مل غنم، لو اسم علم، ملخر الأغنام، حليل اسم علم، مليب 7 غنمات، تحابل حينا قريتنا حارتنا. ملخر، ملخر الأغنام، تحابل تسونا وخم، ملزم آكتب. تحابل في حارتنا أو في هون حارتنا. تسونا وخر الساكنين في حارتنا، ملزم لا يوجد أحد إلا عنده غنم. ملزم آكتب لا يوجد أحد بينهم ما عنده غنم. توناوج
مليبلتي بالنسبة لعائلتنا، بعائلتنا عندنا سبع أغنام. سرينو ملخر سغاشخخ. أنا دائما أطعم الغنمات، سغاشخخ أطعمهم. لو ملمة شو أريته، لو اسم علم ملمة إلى الأغنام أو للأغنام، الملمة شو أريته، ملمة شو أريته يعطي الغنمات ملح. تيغنغ حليلي ملبيئ. جارنا حليل عنده الكثير من الغنم. تحت السؤال ختام ملخر زغاش خخرر، من الذي يطعم الأغنام؟ في هون مربعات تحت تش ت م ل غ، بعدين ل شت م قا قو. أعزائي الطلاب، ننتقل الآن إلى كلمات الدرس. كلمات الدرس، أول كلمة من كلمات الدرس تشل. تشل خيمة، تشل خيمة، تشل خيمة. طبعا الخيمة اللي بيعملوه من أغصان الشجر اسمه خيمة. هديك في شاتر بيقولوا له كمان الخيمة المصنوع من مواد تانية. تشل خيمة. مل، مل خروف غنمة، مل خروف غنمة. حبل، حي، حارة أو قرية، حي، حارة أو قرية. الميم كسرة أداة نفي إذا وقع في نص الكلام، لازم يكون ما من أصل الكلمة. مثلا مله جليد، ما معناته لا، ما غريبة هذا. مثلا الم لازم يوقع هاي سابقة، يقع قبل جذر الكلام، قبل جذر الكلمة، قبل جذر الكلمة. شغو ملح، شغو ملح، شغو ملح. لا، لا، لا ادهن فعل أمر، ادهن له. دبقر له، ادهن الجدار. شر له، ادهن الباب. لا، لا ادهن فعل أمر. بالنسبة لقواعد الدرس نفس قواعد الدرس السابق. قواعد الدرس السابق بيقولوا بقوات صخر وشاء وخغة مقزرة كاف فخرر. يعني الأسماء كيف تقع بالجملة؟ تقع بأحد شكلين: يا اسم فاعل يا اسم مجرور، يا اسم فاعل يا اسم مجرور. يعني الاسم ما عندنا الصفة والحال والكذا هذوليك يعني ما عم بيعتبرون. هون عم بيقول بقوات صخر أسماء الأشياء كيف تقع في الجملة. يقع أما اسم فاعل، اسم الفاعل يتضمن المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل، وإما يقع اسم مجرور أو مفعول به أو مجرور. بسم سقواغ، سبسم سقواغ. ابسم إلى النهر، أنا إلى النهر ذهبت. الاسم المجرور باللغة الشركسية يقع قبل الفعل. الاسم المجرور، المفعول به منصوب، كلهم بيوقعوا قبل الفعل. الفعل يأتي بالأخير. أنا بسم إلى النهر، إلى النهر سقواغ، ذهبت إلى النهر. وإما يقع بشكل عضو مساعد، عضو مساعد، ما مثل مثلا الرئيسي اسم فاعل مبتدأ. عضو مساعد يعني اسم مجرور مفعول به أو اسم مجرور. مثلا موسى ماشينم أوفريش، موسى ماشينم أوفريش. موسى، موسى اسم علم، ماشينم بالآلية بالسيارة، ماشينم بالسيارة
يعمل بالسيارة أو على السيارة. إذن قواعد الدرس هنا قواصكر وشاوهم قزر كافرر يبد لجاشو خافة يا شلين وازو خافة. من عيد القواعد. ما في شي صعوبة أعزائي الطلاب، بس يعني إذا بتنتبهوا شوي كتير بيكون مليحة منكم. الأسماء، كيف تقع الأسماء في الجملة باللغة الشركسية؟ الأسماء تقع في الجملة بأحد شكلين: إما يكون اسم فاعل، وإما أن يكون اسم مفعول أو مجرور. مثلا شالر ماشخة، الولد يأكل شالر، باللغة العربية مبتدأ مرفوع، مبتدأ مرفوع. ماشخة يعني يأكل، فعل وفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ. أما مثلا أحمد شم ريزوة، أحمد شم ريزوة. الشم هذا الاسم، هذا الاسم صفة عضو مساعد، ما هو عضو رئيسي، مجرور يعني منصوب أو مجرور. إذن خواص أخر الأسماء الأشياء يقع في الجملة إما اسم فاعل وإما اسم مفعول ومجرور. إذا بدنا نجيب مثال على كل وحدة من هدول، مثلا اسم الفاعل هو المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل واسمها وخبرها وإلى آخره، هدول هن المرفوعات. مثلا ماشينر ماكوا، ماشينر مبتدأ السيارة تسير، ماشينر ماكو السيارة تسير، هون مبتدأ واضح. أما لما بدك تقول موسى ماشينة أفريشة، الماشينة بدل ما كان مبتدأ هناك صار هون عضو مساعد، صار هون عضو مساعد. ماشينم أفريشة، ماشينم أفريشة. إذا منعيد بشكل سريع كلمات الدرس والقواعد. كلمات الدرس: شل خيمة، مل خروف، حابل حارة أو قرية، بنص الكلام، ميم كسرة بنص الكلام معناته أداة نفي. شو ملح، لا ادهن، لام فتحة لا ادهن. قواعد الدرس قواعد أخر وش أو خغم قزرك فكرر وش قزب قواعد أخر وش أو خغم قزرك فكرر يا فضل جاشو خافة يا شلين غازو خافة. الأسماء كيف تقع في الجملة؟ تقع إما اسم فاعل أو اسم فاعل، مبتدأ أو فاعل أو نائب فاعل. ومثلا ماشينر معزوة، ماشينر أو ماكوة، ماشينة هو المبتدأ. أما في الثاني عضو مساعد مفعول به أو اسم مجرور. موسى ماشينم أفريش، ماشينم صار عضو مساعد مع الظل مبتدأ مثل الأول. أعزائي الطلاب، أتمنى لكم أن تحفظوا هذه الكلمات وهذا القواعد. القواعد عم نبسطها بقدر الإمكان، وأتمنى لكم حظا سعيدا وحفظا جيدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.